وسميت ليلة القدر إما لشرف قدرها وعلو منزلتها، وإما لأن الأرزاق والآجال من السنة إلى السنة تقدر في تلك الليلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة علة تسمية هذه الليلة بليلة القدر، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، فذكروا أسبابا عديدة جماعها يرجع إلى 3 أشياء. أولها أنها سميت ليلة القدر على إرادة معنى التعظيم لقدرها هنا، فالمراد بالقدر هنا التعظيم، كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره، فتكون ليلة القدر يعني ليلة ذات قدر. وتعظيمها وقع لأمور عظيمة، منها نزول القرآن فيها، ومنها ما ينزل فيها من السلام والرحمة والمغفرة. وثانيها أن القدر هنا بمعنى التضييق، كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح فإن غم عليكم فاقدروا له، في قول من يقول بأن المعنى هو تضييق الشهر، وكأنها ضيقت لأجل إخفائها، أو لكونها ليلة واحدة، أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة، وقد روي في ذلك حديث في مسند أحمد وفي إسناده ضعف. وثالثها أن المراد بالقدر هنا ما يكون بمعنى القدر الذي هو مؤاخي القضاء، فلأجل أنه تقدر فيها الأقدار والأجال، لقول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، سميت بليلة القدر. والمختار أن هذه الأسباب 3 كلها موجبة لتسميتها بليلة القدر، وإذا أمكن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه كان ذلك هو اللائق، كما جرى على ذلك جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في رسالته في أصول التفسير، وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان. وسميت